والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يجتهد غاية الاجتهاد عندما تدخل عليه هذه العشر المباركات. وربنا جل وعلا قد ذكر هذه العشر في كتابه فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العشر في هذه الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولقد ذكر أهل العلم أيها المؤمنون أن الفضل في هذه العشر كان أحسن وأكبر من غيرها، وذلك لاجتماع أمهات العبادات فيها. فإن الله جل وعلا قد جعل الإسلام يرتكن إلى 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي تتحقق في هذه العشر أن ينطقها الإنسان ويتعبد لله تعالى بها، وفيها الصلاة وهي الركن الثاني، وفيها أيضا أن يتصدق الإنسان أو أن يؤدي زكاته، وفيها أنه يصوم، وفيها أيضا الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. فلما جمع الله تعالى في هذه العشر هذه الأركان ال5 صارت عند الله تعالى أفضل من غيرها. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يجتهدون فيها اجتهادا كثيرا، من ذلك الإكثار من الذكر. فكانوا إذا دخلت العشر يكثر أحدهم من أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقولها الإنسان في كل حال، سواء كان في طريقه أو كان في السوق أو كان في بيته أو كان في المسجد، دون أن يحدد لها وقتا محددا. أما إذا كان في أيام التشريق وهي ما بعد العيد، الأيام ال3 التي بعد العيد، فإنها تحدد بعد الصلوات. أما خلال هذه العشر فإنه يكبر ويرفع بها صوته. ولقد كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا بكر إلى الحج اعتمر فور وصوله إلى مكة، ثم يبقى في خيمته في منى. فكان في أثناء جلوسه في الخيمة خلال هذه الأيام العشر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فكان يسمعه من هم في خارج الخيمة فيكبرون، ثم يسمعهم من وراءهم، فإذا سمعوهم تذكروا فكبروا. قالوا: حتى ترتج منى تكبيرا. تمشي في طرقات منى فترى الحجاج الذين حلوا من إحرامهم بعد عمرتهم لا تزال ألسنتهم تلهج بذلك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانوا يطوفون في الأسواق خلال هذه العشر ويرفعون أو يرفعان أصواتهما بالتكبير، فيسمع الناس أصواتهم فيكبرون حتى ينشروا مثل هذه الفضائل. وهذا الذكر أيها الكرام فيه تعظيم وتبجيل لربنا جل وعلا. ولقد جعل الله